السلام عليكم. من فترة صرنا نحس إنه مواقع التواصل الاجتماعي صارت عبارة عن يا نصيب، مصاري، جوائز، دولارات، فلوس، العصافير تزغزغ وعلى فت عملي يا معلم. منهم اللي أدوا على منهم اللي وضعوا على قد حاله أبو $10 بطاقة جوجل واللازم منه يعني، وفي منهم اللي بيضرب بالعالي ملايين معلم ملايين. هالبني آدم مثال حي قدامه. اليوم سأمنح المشترك رقم 40 مليون في قناة كل هذه السيارات. لدينا بورش وكرايسلر يا ريتني صاحبتك قبلهم. خيو أنا واحد من الناس اللي ما بتقبل هالمواضيع وما بصدقها يعني. فأنا وبكل تواضع بحبه لفلا وبحب تابعه وفيديوهاته مسلية، بس مالي بقصة إني شارك بمسابقاته وروح لعنده على التويتر أو الانستغرام ونزل فيديو وضحكه وبكيه أنا بس بحب تابعه لشخصه، وهو أحد الأسباب اللي خلاني أتحفز لأني أفتح قناة على اليوتيوب. المهم معلم، في إحدى الليالي المظلمة الشمطاء خيو حمل عمك أبو فلا فيديو، فأنا كالعادة ركضت ركضا لأحضره الله على اللغة العربية. وبآخر الفيديو انتبهت أنه أبو فلا طلب مننا أنه نكتب الحمد لله بالتعليقات، ولأنه أيدينا بتشهدنا يوم القيامة فأنا كتبت الحمد لله. بس صدقا بالله ما انتبهت انه اساسا ابو فلا العارض الجوائز عن الناس اللي بتكتب الحمد لله بالتعليقات. منك ظرف 1000 وهكذا التنازلية بعد ال10 مقاطع. الفلوس اللي راح تبقى والله انها لك يا جزار، وايضا نفسها بالضبط راح تروح جيف اواي، راح نقسمها وراح نعطيها للناس اللي راح تكتب بالتعليقات. كل اللي عليكم تسوونه اكتبوا الحمد لله ولا تنزلوا اللايك. فمعلم بعد اسبوع بتفاجئ انه واصلني ايميل مبروك لقد اخترناك لتكون فائزا مدري ايش في مسابقة ابو فلا. فبصراحة معلم انا يعني كشخص تافه اضحكت، لأن بصراحة فكرت عبارة عن إيميل فيك وممكن يطلب مني معلومات مشان الاختراق وهالشغلات. ضمن الإيميل كان موجود رقم وكاتب تواصل معي على الواتساب، فتواصلت معه معلم وسايرت وقلت تعال نشوف لوين بده يوصل يعني. وبعدين فطلب مني حساب بنك وهوية شخصية، فأنا بالذكاء الخارق أعطيته حساب ما إنه لازم وفاضي أساسا وغير مستخدم أساسا وهوية. جرب حظك يا ولد، جرب اطلب هالطيني بهالعجينة. شو هالمسلات. بعد ما تواصلت معه وعطيته المعلومات اللي بده اياها قال لي الحوالي راح توصل من 7 أيام ل10 أيام. فانا ما اهتميت، قلت له اوكي، ولا سألت قديش المبلغ ولا سألت قديش مشان ولا شو كان شو ولا شيء. هون انا ارسلت له ايه شو عم تضحك علينا يا زلمه، عم تعشمنا على الفاضي والله عيب والله بالله يعني. معلم طنشني والله، أراه الرسالة وطنشني ما رد. فتحت الواتساب دخلت على اسمه والرسالة عبارة عن حوالي بنكية بقيمة ما يعادل $300. معلم انصدمت، وات لك مستحيل، لك ضليت كذب، لك يفضح عيني يا زلمة، لا يصدق حتى يرى يعني. نام عزيزي. فتحت الحساب معلم على السريع، رقد صاروخ، طلعنا هيك في $300 بالحساب. من أين لك هذا؟ معلم بلش لعب الدولارات. فهون رجعت لعنده حبيب قلبي وتشكرته كتير، وشكرا لك ولأبو فلا وللمتابعين وشكرا جزيلا وهيك وانبسطت. حدا ما بينبسط، نكذب على بعض. فحبيت اتشكر ابو فلا بفيديو اطلع فيه اتعذب لي شوي يعني، مونتاج وسيناريو واضاءه وهالشغلات هي يعني، الله يكسر يديه وتعبه. المهم فعن جد شكرا ابو فلا، مش بس مشان الجائزه، شكرا على كل شيء، شكرا لمصداقيتك مع متابعيك، شكرا للابتسامه اللي بترسم على وجوه كتير ناس، وشكرا جد للحافز اللي بتعطيه للشباب وانا واحد منهم، وشكرا لأعمالك الخيرية اللي قدرت تساويها واللي حتقدر تساويها. وحابب إذا هذا الفيديو طلع مشاهدات، مع إنه أنا مشاهدات القناة عندي مش كبيرة، إنه أطلق هاشتاج شكرا أبو فلا، لأن إنسان بيستاهل الشكر على نيته وعلى اللي عم يسويه. فبتمنى إن طلع هذا الفيديو مشاهدات ننشر هذا الهاشتاج بكل منصات التواصل الاجتماعي، لأن الإنسان بيستاهل الشكر. ومثل ما فلا عنده مصداقية مع متابعينه، وفي كتير ناس كذابين وجوائزهم عبارة عن فيك وكلام فاضي مشان المشاهدات. وعن جد أنا آسف إني مقصر بالنشر، آسف بحق نفسي أولا، بس إن شاء الله
راح التزم. وشكرا لانك تابعت الفيديو للاخر، ولا تنسى تكتب الحمد لله تحت بالتعليقات. بس معلم لا تواخذني وحياة امي، يعني ميزانية القناة لا تسمح بانه اعمل جوائز حاليا، لكن ان شاء الله اذا كبرنا وهيك وحياة امي لاعمل، والله العظيم لاعمل. بس في جائزة، ما يعني لا، ما انه اكتب الحمد لله وراح تحصل على جائزة، ولكن مش مني، من رب العالمين. حسني والحسني ب10 أضعافها. ولا تنسونا من اللايك والاشتراك. بس سلام. ريحة الفلوس، ريحة الفلوس، ريحة الفلوس يابا.